اهلا وسهلا اصدقاء والصديقات ديال القناه، المتابعين والمتابعات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه عماره في الباديه. ما تخافوش، قناه راه ما تهاكات ما والو، هذا غير انا مول القناه شخصيا، بحال كاين مول القناه اللي ماشي شخصيا. المهم درت الفيديو هذا اول مره واقيلا ندير فيديو نبان فيه في وجهي في القناه، فبغيت نتواصل معكم نعطيكم اخر التحديثات، ندير لكم شويه الميزاجور. قبل ما ننسى راه غنخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديال الصفحه ديالي في فيسبوك ولا البروفيل ديالي في فيسبوك اللي بغا نبقاو على اتصال تمايا. مرحبا بكم كاملين. دخلوا، صيفطوا لي انفيتاسيون ولا ديروا لي فالاو ولا المهم اللي قدرتوا ديروه باش نبقاو على اتصال. مرحبا بكم كاملين. اخر فيديو درت في القناه واقيلا كان داك الفيديو ديال البوطاجي واقيلا ياك. والله ما بقيت عاقل شنو الفيديو، واقيلا في شهر 3 ديال العام اللي فات. واش من عام حنايا 2023 واقيلا اخر فيديو. كنت درت من ورا شي فيديوهات قصار شورتس في اليوتيوب، ولكن فيديو زعما طويل بحال هكايا ما بقيتش درت فيديوهات طوال بزاف. فندير لكم شويه الميزاجور التحديث، نقول لكم علاش خبرت داكشي. فكاينش لا اسباب، السبب الرئيسي هو الوقت ما كاينش. وعلاش الوقت ما كاينش؟ لانه شغلت شويه مع التجاره وداكشي. فمن ورا داك الفيديو في شهر 4 شهر 5 كنت شديت المحل ديال البيع والشراء ديال الوالد، خديته من عنده لان الوالد كان ديك الساعه الصحه ديالو بدات تعيا شويه. فالصيف كما كتعرفوا نتومايا كاين البرد، واقيلا غتسمعوا شويه تشاش ديال البرد، فصبروا علينا. طبيعه ما كاين ما نديروا لها. ففي شهر 5 خديت المحل ديال البيع والشراء، صافي تشغلت معاه. جا الوقيته ديال الصيف كما نتوما كتعرفوا، كما قلت لكم بزاف ديال الفيديوهات، حنا المنطقه ديالنا معروفه بالكبار، وهذا نيت اللي وراي هنا فين. فصافي ما بين الجنيان ديال الكبار والحانوته وداكشي، اصلا حتى الجنيان ديال الكبار مبقيتش كنسالي ليه بزاف، قليل كنجي نجني واحد الساعتين في الصباح ولا شنو هو. ضروري البيع والشراء كتمشي للمحل، والصيف كنتعطلو في المحل حتى ل 11 ديال الليل، فما كيبقاش ليا الوقت بزاف. 11 هو المينيموم، بعض المرات كنسدو حتى ل 12. ناري البرد بزاف، ما كاينش كيدير دابا انا حتى نسمع صوتي كنهضر في التليفون. ما عليناش، فغادي نهضر واللي تسمعات هي هذيك، اللي ما تسمعاتش كملوا من عندكم وصافي. فقلت لكم الصيف ديال العام اللي فات داز كامل في المحل، من وراها وقعوا شويه ديال المشاكل صحيه للوالد، فكنت شغلت انا وياه. في شهر 9 جا واحد الحدث اللي تا هو شويه بدل لي الحياه ديالي، ف تزوجنا. دخلنا للحياه الزوجيه، فهذوك الفيديوهات ديال الزوافريه ما بقيتوش تعولوا عليهم. anyway، ولكن من ورا العرس الوالد زاد عليه الحال. توفى العم ديالي، من وراه بواحد الشهرين توفى الوالد تا هو الله يرحمه في شهر 12. فراكم كتعرفوا ملي كيتوفى شي واحد في العائله وكيكون شاد واحد ملي كيكون مطاكي عليك شويه شي حوايج، ماشي كاملين مي المهم شي حوايج كيكون مطاكيهم عليك. فملي كيمشي واحد الفرد من العائله ضروري خص شي واحد اللي تولى يعني الوضعيه ديالو هو وداكشي. المهم تشغلنا مع البيع والشراء حتى مؤخرا عاد بديت كنحاول نلقى شويه ديال الوقت، لان كانوا شي مشاكل اخرين ما كاينلاش اصلا. حنا دابا دايرين فيديو من ورا ما عاد شحال من شهر على المشاكل، فما بغيناش نبقاو نكثروا عليكم في الهضره على المشاكل وداكشي. فالمهم دابا لقينا شويه ديال الوقت، بديت كندير فيديوهات، ولكن كنلوحهم غير عندي في فيسبوك، لان اليوتيوب كما كتعرفوا الا بغيتي تبقى دير فيديوهات وتبقى مثلا القناه ماشيه مزيان وتكون تا شويه ديال المورد ديال الفلوس باش انك تقدر تبقى متبع في هادشي، فخصك تبقى دير فيديوهات ديما على الاقل واحد 2 فيديوهات ولا 3 فيديوهات في السيمانه، ويكونوا طوال وتقلب ديما على المواضيع وداكشي. وهذا الشيء ما يمكنش انا نلقى ليه الوقت والتجاره وداكشي. بديت كندير فيديوهات قصار، راهم كاينين عندي في الفيسبوك، راه غادي نخلي لكم الرابط، دخلوا تمايا وغتلقاو داكشي كامل. فهذا مكان. سمحوا لي لا طولت عليكم الغيبه وداكشي، انتم راكم عارفين الظروف كيفاش دايره، دابا راه شرحت لكم كلشي. غنبقاو على اتصال في الفيسبوك،
فيسبوك كيجيني ساهل. دابا واخا راه القضيه راه ساهله، تقدر دير فيديو قصار في اليوتيوب وداكشي، ولكن الفيسبوك ما عرفتش عنده داك السحر ديالو بوحدو، فكيبقى ديما ساهل اكسيسيبل دغيا، كتدخل صافي كتبارطاجي مع بنادم اخر الاخبار وداكشي. فعلى اي شكرا لكم بعدا بزاف على المتابعه. انا صراحه جاتني غريبه في شكل انه مبقيتش كنلوح فيديوهات، ورغم ذلك باقي المشاهدات طالعين في القناه، باقي بنادم كيتفرج دوك الفيديوهات القدام ديال الدجاج، ديال الطياب، ديال بزاف ديال الحوايج. فهذه صراحه حاجه زوينه بزاف. شكرا لكم بزاف على المتابعه. والله الا شيء يثلج الصدر، يثلج الصدر حتى هي في شكل. بالفرنسي كيقولوا صاغي شوف لوك، شي غا اختلاف ديال الثقافات. كان العرب حيتاش عندهم البيئه شويه حاره وداكشي كيقول لك يثلج الصدر. الكوار ما عندهم البروده كيقولوا صاغي شوف لوك، زعما ينعش ولا شي حاجه كتسخن القلب. المهم حاجه زوينه انكم مازال متابعين القناه. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وشكرا على الاشتراكات. باقي الناس كيشتركوا في القناه وداكشي، فاللي بغى يبقى معايا على تواصل ونبقاو نهضروا ماشي مشكل. مرحبا بكم كاملين. الرابط ديال البروفيل ديالي في فيسبوك راه نخلي لكم في صندوق الوصف، ودخلوا كاملين. مرحبا بكم كاملين، مكاين حتى شي مشكل. شكرا لكم مره اخرى. انا راه ما تنعرفش نبدا ما كنعرف شويه نبدا الفيديوهات. سيري في حالك، راني كنشجع. هاد الحمامه جات حدايا ريحات فم الحيط بدات كتفرج فيا هنايا، عجيب. المهم انا راني كنعرف نبدا نشجر، ولكن في النهايه ما كنعرفش نسالي الفيديوهات. فالمهم شكرا لكم مره اخرى عاوتاني، والى اللقاء في فيديو اخر. الا قدرت انا ندير فيديوهات طوال شويه ونلوحهم هنا في اليوتيوب هو هذاك، ما قدرش راه نقدر نلوح الفيديوهات ديال الفيسبوك نعاود نلوحهم هنا في اليوتيوب. واخا ما عرفتش واش صراحه ممكن ولا غير ممكن. القوانين ديال الفيسبوك ما مأكدش منها مزيان، فضروري خصنا نسولو نشوفوا الا كان كاين الامكانيه ديال الري ابلود اننا نعاودو نرفعوا الفيديوهات ديال الفيسبوك هنا فين. اذا كانت هذه الامكانيه تكون زوينه باش نبقاو ديما على تواصل حتى مع الناس ديال، حيت كاينين الناس راه ما تجيكمش غريبه، كاينين الناس عندهم اليوتيوب ما تيدخلوش للفيسبوك عنده الواتساب واليوتيوب صافي. المهم بسلام عليكم، شكرا، والى اللقاء في فيديو اخر. وقبل ما ننسى بلاتي من شكرا الناس اللي كيسولوني بزاف في التعليقات على الفيديوهات ديال الدجاج، اش بقيتش كديرهم وداكشي. الخو داكشي راه كيدي الوقت راه كيدي الوقت ودابا راه كاين شحال من واحد نيت حتى هنا في البلاد كيسولني كيقول لي اش بقيتي داير الدجاج. راه الوقت اصاحبي، راه الوقت. عرفتي شنو هو؟ تكون مربي غير 50 ولا 100 ديال الدجاج، راه صافي، راه كما كيقولوا بالانجليزيه فول تايم جوب، راه خدمه ديال وقتك كامل. ما يمكنش انك تربي واحد الحيوان ولا نقولوا حنايا بيزنس، دير بيزنس ديال الدجاج صافي وغتمشي تطلع عليه مع الصباح السلام صباح الخير هاكم ما تاكلوا تمشي في حالك. راه ما يمكنش. خصوصا داك الدجاج اللي كنت كندير انايا ديال الكروازي ولا الفلاحي، فهذاك راه بحال الدجاج الرومي، خصك ضروري تبقى مريح لان المناعه ديالو ضعيفه. انا دابا باقي عندي الدجاج البلدي وداكشي، راكم عارفين العروبيه كتريح، ضروري خصك دير شي دجاج ولا شي حاجه. ما يمكنش صراحه تعيش في العروبيه وانت ما دايرش الدجاج كتجيك شي حاجه ناقصه المهم الدجاج كيبغي المقابله بزاف، وعاد الا بغيتي تقابل خصك دير واحد الكميه اللي هي كبيره باش انه تكون كترجع لك شويه ديال الفلوس ضروري. لانه لا بغيتي تقابل الدجاج فخصك ما تبقى عندك لا تجاره لا شي حاجه، فخص الدجاج يولي هو الخدمه ديالك، فخصك دير واحد الكميه اللي هي كبيره بزاف. هذاك الشاش ما بقيتش كندير هذاك الدجاج الفلاحي. دارت فيه واحد التجربه كانت زوينه، ربحنا فيه شويه وداكشي، ولكن الا بغيتي انك ديرو كمورد ديال الرزق ديالك فضروري خصك دير واحد الكميه اللي هي كبيره شويه، على الاقل المينيموم خصك تفوت واحد 120 ولا الا كان عندك ليسباس دير حتى 200 وتبيع بحال هكايا بالجمله ولا شي حاجه، وكتعاود دير عاوتاني 200 اخرى. لانك انت دابا مقابل وعنده واحد الفتره قصيره، يعني غتجيبو نتايا عنده واحد 3 اسابيع وتقابل واحد شهر ونص صافي، من بعد خصك تبيع. فضروري خاصك دير واحد الكونتيتي، واحد الكميه اللي هي كبيره باش ملي تبيع يكون فيها الربح شويه. لانه غير كمثال مثلا صغير، انت مقابل واحد 30، هذيك 30 غتبقى لك فيها نقولوا 5 دراهم في البياسه، ف5 في 30 جابت شحال 100 ريال في 30 غتجيب 150 درهم. فايماجين لك انت داير 300 غتولي 1500 درهم. هذا غير حساب صغير، واخا هو راه ما تبقاش لك فيه 5 دراهم، تبقى لك كثار. على اي هذا هو علاش مابقيتش كندير دوك الفيديوهات ديال
الدجاج. فكما قلت لكم غنشوفوا الا قدرنا نرفعوا الفيديوهات ديال الفيسبوك هنا، راه غتكون حاجه مزيانه. الى ذلكم الحين شكرا لكم بزاف على المتابعه، والى اللقاء، بسلامه.